وحشتوني. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم جامد المره دي، بس معلش انا اسف. هجيت ريدي وزمي معاكم وهتكلم معاكم في موضوع بصراحه تحفه، هيغير حاجات كتيره قوي معاكم. كان بقالي كام يوم ان انا مش تمام، حاسه ان في حاجه غريبه، مش زي ما انا، بمعنى اصح مش القطر اللي احنا متفقين ان هو هيفضل ماشي على طول من غير ما يوقف. حسيت ان انا في حاجات كده بمعنى اصح بتوقفني، فقلت بس ده جه وقت ان احنا نقعد مع بعضينا. يا بسنت يا جماعه، انتوا بتعاملوا نفسكم ازاي؟ يعني انا عن نفسي بعامل نفسي على اساس ان هي شخص تاني معايا، واحنا بنتعايش مع بعضينا وبنقعد نحكي والكلام اللذيذ ده، وده الاصح على فكره. فقعدت بقى كده، مسكت الكشكول بتاعي، ثانية اوريكم. مسكت الكشكول اللي بدون فيه، بصوا كتبت جلسة نفسية تدوين ايجابي، وبدأت امسك القلم واكتب. مسكت قلمين مختلفين للالوان، فبدأت اكتب مالك، فيكي ايه، حاسة بايه. فبدأت اكتب احساسي، انا حاسة بواحد اتنين تلاتة. طيب خلصتي احساسك، خلصتي الكتابة بتاعتك، تمام ماشي. تعالي بقى عايزين ندور ايه سبب الاحساس ده. ما هو احنا الاحساس ده ما بيجيش معانا من فراغ، اكيد ليه سبب، ده حقيقي ليه سبب. طيب ممكن يا بسنت ندور على السبب الرئيسي والاساسي بتاعه. بدأت امسك القلم للمرة التانية اللي هي بسنت اللي فيها حاجة مش مظبوطة، وتدور ايه السبب. طب ممكن يكون السبب الفلاني، ممكن يكون السبب العلاني، ممكن ممكن. طيب بدأت بقى، خلصت، طلعت اللي جواها، خليتها اتكلمت، خليتها تدور هي على السبب. تمام. بعد كده عملت ايه؟ قلت لها تعالي بقى نفتكر شوية حاجات مع بعضينا، اللي هي ايه؟ تعالي نفتكر انت مين وايه المميزات اللي ربنا مميزك بيها. والله انا بسنت وعندي مميزات واحد اتنين تلاتة. حلو، جميل قوي. قعدت بقى اكتب في المميزات بتاعتها كتير قوي، كتبت حوالي 20 ميزة، شايفين؟ قعدت بقى اكتب كل المميزات اللي انا بتيجي في بالي. خلصناها، حلو، برافو عليك. وبعدين انتي كتبتي مميزاتي ليه؟ عايزة توصلي معايا لفين؟ عايزة اقولك ان اي نقص او اي حاجة بتوقفك، بصي انتي عندك قد ايه، واللي ناقص عندك ده حاجة قد كده، وكده كده جاية، بس بالصبر والوقت. فقررت انا وهي ان احنا نمشيها خطوة خطوة. فهمتها ان مميزاتها دي حلم اي حد بيتمناه. قالت لي طيب مقتنعين بالكلام اللي انتي بتقوليه، بس وبعدين؟ قلت لها تعالي بقى نكمل كلام، احنا لسه ما خلصناش. قالت لي تمام. قلت لها انتي فاكره انتي عايزه توصلي لايه؟ قالت لي ايوه. قلت لها لا، تعالى هنفتكر مع بعض. قالت لي ازاي؟ قلت لها تعالي. وبدات بقى اقول لها ان انتي هتقعدي تبصي على اللي بيحصل حواليكي. انتي اصلا زي القطر، المفروض مكمله في طريقك بدون اي فواصل. فلو القطر اتعطل كل شويه يقف في مكان علشان حضرتك دماغك متشتته ودماغك فيها حاجه مش متظبطه، فبالتالي القطر يا روح قلبي خلاص مش هيوصل في ميعاده، فهيتعطل.
فالركاب هتزهق فهتنزل. طب مين الركاب؟ اللي هي احلام بتاعتك. احنا كده كده معتمدين ان مفيش ركاب، اللي هو الناس، هي دي الناس الاساسيه اللي في حياتنا. ولكن هنا انا مقصودش ناس، انا اقصد الاحلام والطموحات واهدافنا اللي احنا بنسعى ليها. تمام. وبعدين فكرتها ان هي قطر ماشي ومكمل، وبدأت بقى افكر انتي المفروض تعملي 1 2 3 و4 و5 و6، حتى اكتب لستة كبيرة قوي بالحاجات اللي هي المفروض تعملها، والمفروض ان هي واجب عليها، هي مش واجب عليها، حلم من احلامها واهداف، وواجب ان هي تحترم نفسها ويعني ايه كده، فاهمين؟ تبقى مؤدبة بقى شوية، تتلم وتتلم. المهم قالت لي طيب تمام. وبعدين قعدت بقى افكرها. بعدين قلت لا، يعني انت سايبه كل الاهداف بتاعتك دي والحاجات اللي انت بتسعي ليها، اللي اصلا قليل جدا اللي تلاقيه في دماغك وعقليتك وشطارتك وطموحاتك واهدافك وكل الكلام ده، رايحه تبصي على حاجه تافهه، رايحه تبصي على حاجه ناقصاكي قد كده وانتي بتكمليها بحاجات تانية، رايحه تبصي على حاجه ربنا سمح ان هي مش موجوده عندك لسبب او اخر، وده كان لصالحك في وقت وما زال لصالحك علشان توصلي للشخصيه اللي انت فيها دي. بتبصي على ايه اللي انت بتدوري عليه؟ بعدين انا لقيت نفسي تلقائيا بقول ايه ده، هو انا كنت عبيطه كده ازاي؟ هو انا ازاي كنت بدور في حاجه زي كده؟ طب ما هو انا معايا كل حاجه، يعني انا معايا حاجات ناس كتير قوي بتتمناها، ناس كتير قوي بتتمنى ان يبقى عندها احلامي واهدافي وعقليتي وشخصيتي وكل الكلام ده. فانا ليه بدور على حاجات تعكنني او تعطلني وانا قطر مكمل؟ ستوب. يعني ايه يعني ستوب؟ هننسى اي حاجه احنا فكرنا فيها وهنرجع قطر مكمل. طيب انا بحكي لكم القصه دي او بحكي لكم الموضوع ده ليه؟ هحط الروج واجي. فانا يا حبيبه قلبي خلاص دلوقتي انا مليت دماغي بالحاجات اللي انا المفروض اعملها. اول حاجه مليتها بالمميزات بتاعتي، بعد كده مليتها بالحاجات اللي عندي عايزه تتعمل اللي هي قد كده. فتلقائيا عقلنا او العقل البشري او عقلي انا بدأ يترجم اللي هو لا، وقفي تفكير بالطريقه السلبيه دي، او وقفي تفكير بالطريقه اللي انت بتفكري بيها دي. انت بصي، انت عندك هم ما يتلم، انا كتبتها كده بالحرفين، بس انت فوقي، انت عندك هم ما يتلم، انت لازم تنجزي، لازم تنجزي نفسك، لازم تنجزي وقتك، لازم خلاص مفيش وقت لاي حاجه ومفيش طاقه لاي حاجه نهدرها. انت عندك كم مهام قد كده اطول من حياتك محتاجه ان هي تخلص. مالكيش دعوه بحد بقى، ما يخصكيش حد، مالكيش دعوه بحد، مالكيش علاقه ده بيعمل ايه وده بيسوي ايه وده بيروح فين وده بيجي. ودي حاجه اسمها التدوين الايجابي. التدوين الايجابي يا جماعه محتاجين ان احنا نقعد كده مع نفسنا، امسكها، اقعدي يا حبيبتي قدامي كده، اكتبي حاسه بايه، فيكي ايه، ايه اللي معطلك، ايه اللي واجعك، ايه اللي مؤثر عليكي. حاسه بغيره اتجاه فلانه، ايه سبب الغيره؟ حاساها احسن منك في الشكل، حاساها احسن منك في اللبس، حاساها مش عارفه ايه، حاساها عندها ايه اللي عندها انت شايفاه عندها ان هو اكتر منك. طب ماشي، حاسه مثلا ان انا مش عارفه اوصل اعمل احلام زي فلانه، مش عارفه. طب تعالي شوفي مميزاتك، انت عندك ميزه 2 3 4 10، تمام. افتكر مميزاتي، هقعد كده بص، الله، طب ما المميزات دي في ناس بتدور عليها، حلو. لما انت عارفه ان المميزات دي في ناس بتدور عليها، زعلانه ليه؟ انت عبيطه، انت المفروض تبقي تسعي وتطوري في مميزاتك دي، تمام. وبعدين خلاص خلصنا بقى فقرة المميزات. تعالي بقى، تعالي افتكري انت عندك احلام قد ايه عايزه تتحقق. مش فاضيين ان احنا نبص على حد، مش فاضيين ان احنا نتعكن من حاجه، مش فاضيين ان احنا نركز مع حد، فاضيين بس لنفسنا وخلاص. مش فاضيين لاي حد غيرنا تاني، احنا وبس، احنا وبس يا جماعه. لازم تبرمجوا عقلكم على هذا المنوال.